النفسية، كيف يسير لنا أسرة، كيف يسير نفسه، كيف يسير المجتمع. ونحن يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قلت كالجسد الواحد، احنا محتاجين هذا الجيل، لأن الأمة محتاجة لهذا الجيل. إذا انقرض يعني انقرض شبابها خلاص انقرضت الأمة. فأنا محتاجين إلى شباب قوي. احنا الآن هذا الشباب راه نقولوا يهرب إلى الأمام، لكن هروبه للأمام كيف؟ على واش؟ لأنه مش قادر يتحمل المسؤولية، هذا نفسه ما قدرش يتحملها، فكيف راح يتحمل لي مسؤولية أسرة وأولاد وعمل؟ فتأثيره يكون على نفسه، على أسرته، على مجتمعه، وعلى وطنه. نقول أنه المخدرات ممكن تعطيك ضحكة ساعة، يعني تضحك في ديك الساعة بصح تسرق منك سنين حياتك، تولي فرد غير فعال في المجتمع، ما عندك ما راح تقدر تخدم، طول الوقت غير واعي واش غادي دير. تأثر على الشخصية تاع الإنسان، يكون الإنسان منطوي مكتئب، الحالة النفسية تاعو مزاجيات، معناها عنده سلبيات. كواحد فاش المسابقة بعد البحث خلاص بقى راح يتوظف هنا، لازم يتعرض للتغذية. إذا لقاوه مدمن ولا حاجة ولا ما يديش هذاك البوست هذاك يروح. نظم جناح النسوي لمسجد سيدنا بلال بن رباح ندوة تحسيسية توعوية ضد آفة المخدرات، كانت تحت شعار لا للإدمان إلا على القرآن. وكان الهدف يعني من هذا الندوة توعية البنات خاصة المتمدرسات في جميع الأطوار الثلاث، وأيضا يعني المشرفات والأمهات بالدرجة الأولى. وكنا يعني استعنا في هذه الندوة على الطاقم الطبيبة من ناحية الطب، ومن الناحية القانونية أيضا استعنا بالمحامية، من الناحية الأمنية، وأيضا من ناحية النفسية. والتأطير الجانب الديني كان يعني من نصيب مرشدة المسجد دير الأذكار. نتمنى أن الأولياء يكونوا أكثر حرص وأكثر وعي لمحاربة هذه الآفة، لأنه لو لم تتكاثف الجهود سواء من الأسرة ومن المدرسة ومن المسجد يعني مش راح نتخلصوا من هذا. فلنكن على يد واحدة باش نأخذ بيد هذا الشباب إلى بر الأمان. تمت دعوتي اليوم لحضور ندوة تحسيسية حول آثار المخدرات، تطرقنا فيها إلى الآثار الجسدية النفسية، كذلك آثارها على الفرد، على المجتمع، على الأسرة وعلى المجتمع. المخدرات لها أثر جسدي على المدى القصير وكذلك على المدى الطويل، فهي تسبب الإدمان الذي له آثار وأضرار عدة على الفرد، على الأسرة وكذلك على المجتمع. أوجه نصيحة للأسرة خاصة في توعية الأبناء، خاصة عند ظهور أعراض نفسية سلوكية غير لائقة، وبصفة عامة إلى المجتمع وإلى القانون عامة بردع هذه الآفة الاجتماعية التي تفكك الأسرة خاصة والمجتمع عامة.